فاستمعوا إلى فضيلة الشيخ محمد هادي نويشي فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي أنار الوجود بميلاد خير موجود، ونعمة الله على كل موجود. نحمدك يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن أرسلت إلينا رسولا كي يخرجنا من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، الإنسان منا حينما ينظر في البشر فيعجب بإنسان على خلق، يتمنى من الله عز وجل أن يكون مثله ولا يمل الحديث عنه. أما إذا تحدثنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمله الله عز وجل وكمله في كل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. الإنسان يشتهر في باب واحد، أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل الميادين. إذا تحدثنا عن الجود فهو أجود الناس، وإذا تحدثنا عن الشجاعة فهو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وإذا تحدثنا عن الحلم فهو أحلم الناس، وإذا تحدثنا عن أخلاقه في بيته فهو أجمل وأحسن الناس صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل ذات يوم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول رضي الله عنها: كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. ناخذ خلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو النبي مع أزواجه صلى الله عليه وسلم. زي ما احنا عارفين إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول زوجة له كانت السيدة خديجة رضي الله عنها. كانت تتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم بسعادة ما بعدها سعادة رضي الله عنها، وبقيت هذه السعادة حتى انتقلت إلى جوار ربها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينها وبين أحد. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثم بالسيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ثم بالسيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيه. مش هنعد أزواج سيدنا النبي، عايزين نتكلم في خلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. اشمعنى البيت بالذات؟ لأن البيت هو اللبنة الأولى في المجتمع، فإذا ما صلحت اللبنة الأولى كان مجتمع كويس. الذي جعلنا نتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما نراه من سوء في الأخلاق إلا ما رحم ربه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أزواجه كما قال ربنا عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. كان بيعامل أزواجه معاشرة بالمعروف، وهو الذي قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر صلى الله عليه وسلم. كان يأخذ المشورة سيدنا النبي
الذي يوحى إليه يأخذ المشورة من أزواجه؟ نعم. وهذا ما ورد في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية فأمر المسلمين فلم يأتمروا أن يحلقوا وينحروا هديهم، فلم يفعل المؤمنين ما أمرهم به المصطفى صلى الله عليه وسلم. دخل سيدنا النبي على السيدة أم سلمة رضي الله عنها وهو حزين: هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يأتمروا. المشورة هي بتاع الزوجة رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله قم وقصر وانحر وسوف يفعلون مثلك. سيدنا النبي لما خد بالمشورة بتاع السيدة أم سلمة رضي الله عنها كان الناس يتسابقون، أصحاب سيدنا النبي كانوا يتسابقون في فعل ما كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما مع أهله، يساير أهله في الأمور المباحة. يعني زوجتي بتهوى أمر ما لابد أن يكون هذا الأمر مباح. نفترض أن زوجتي بتحب الغيبة والنميمة، نتكلم معها؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم يسير أهله في ذلك. الأحباش بعد ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلعبون بالسيوف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادى السيدة عائشة رضي الله عنها قال: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إلى هؤلاء؟ قالت: نعم يا رسول الله. فوقفت السيدة عائشة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وخدها على خده وأخذت تنظر رضي الله عنه. جت وقفت ورا سيدنا النبي وبقت تبص، وسيدنا النبي يقول لها: إيه حسبك يا عائشة، يعني كفاية كده. تقول له: لا تعجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة واثنين وثلاثة. السيدة عائشة بقى بتقول: إيه؟ وما حبب إلي النظر ولكن أردت أن يعلم النساء مدى مقامي ومكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان رحيم حتى في حالة الغضب. الواحد فينا لما زوجته بتغضب سيدنا النبي يعلمنا بقى أن يكون رحيم. بيقول للسيدة عائشة رضي الله عنها: والله إني لأعلم حينما تكوني عني راضية وحينما تكوني علي غضبا. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حينما تكوني عني راضية تقولين لا ورب محمد، وحينما تكوني علي غضبا تقولي لا ورب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان بيسابق زوجته السيدة عائشة برضه. حد فينا بيسابق زوجته يقولوا الراجل ده اتجنن. السيدة عائشة بتقول: كنا في سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا، يعني يمشوا كده قدامنا وسيبونا. ثم نادى على السيدة عائشة وقال لها: تعالي حتى أسابقك، تعالي من السابق. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فكنت خفيفة اللحم فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده فيه كلام كتير، ممكن سيدنا النبي اللي عايزة تسبقه النبادي، لأن سيدنا النبي لا يسبقه أحد صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام والشهور وحصل، كانت في سفر مع سيدنا النبي الأولى، حصل في المرة الثانية صلى الله عليه وسلم. تقول: فسبقني النبي صلى الله عليه وسلم. المرة دي هم بيسابقوا، سيدنا النبي سبقها وكنت قد حملت اللحم، يعني تخنت شوية رضي الله عنه. تقول: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفي وقال: واحدة بواحدة، يعني واحدة بواحدة. عايزين بقى نطبق الكلام ده علينا بقى في أرض الواقع.
نشوف بقى حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. أول حاجة هو الأزواج بتعامل أزواجها معاملة حسنة يرضى عنها الله ويرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كلين، ده بقى نسبة بسيطة جدا. الأزواج كانوا بيشاوروا زوجاتهم زي ما كان سيدنا النبي بيعمل صلى الله عليه وسلم. لا يا عم يشاوروا ايه؟ ده احنا بنقول دلوقتي في المثل بتاعنا اللي احنا بنمشي وراه كلنا او معظمنا، شرط المرأة لو فلحت بتخرب الدار سنة. بسم الله ما شاء الله. تم سيدنا النبي عمل ايه واحنا فين من ده كله؟ واحد تاني يقول لك لا، المثل بيقول شاوروهم وخلفوهم. طب بتشاورهم ليه من اساسه؟ هذا هو ما نفعله او البعض يفعله. حد فينا زوجته نفسها في هواية وهواية مباحة وبيعملها، احنا هنلعب يا عم الشيخ، ده قلة أدب، ده قلة قيمة. أكن أنا أبقى راجل كده ومش عارف أعمل إيه؟ ده فين الرجولة؟ هي الرجولة بالشخط والنطر؟ أبدا والله، بالمحبة والعشرة الطيبة. ده احنا بقينا دلوقتي يبقى لسه متجوز بقاله شهر ولا شهرين وبيحلف بالطلاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. عم الشيخ حميد بيقول لك من قبل ما يتجوز. ده العيال دلوقتي بقت تحلف بالطلاق من كتر ما بيسمع ابوه بقى يحلف بالطلاق في الشارع، الواد الصغير. لو انا بقى بحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واردت ان احيي ذكرى صلى الله عليه وسلم اتبعه، نزل على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل ما بيني وما بين زوجتي خلاف ان انا اعمل امور. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. 3 حاجات. أول حاجة الوعظ. حد فينا بيعمل زي ما كان سيدنا النبي بيعمل؟ يعظ، يقول لها والله ده النبي قال وطاعة الزوج، وسيدنا النبي قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الطمة كبرى إن لا هو عارف ولا هي عارفة، والدنيا ربنا يصلح حالنا وحال الجميع. طيب الأمر الثاني الهجر في المضجع، إن أنا أديها ظهري، إن أنا ما كلمهاش. قالوا العلماء بس الفترة ما اديتش عن 3 أيام. ليه؟ لأن سيدنا النبي اللي احنا نحيي ذكراه صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الضرب. أنا همسك مراتك أكسر عظمها في لحمها؟ لا، ضرب غير مبرح. لا تضرب الوجه ولا تضرب في مكان ولا تكسر عظما، ضرب غير مبرح. حتى سيدنا النبي نهى عن الضرب. كيف يوم سيدنا عمر قال له: ده النساء تجرأن على الرجال فأذن بالضرب يا رسول الله. أذن النبي فجاء النسوة كثير يشتكين إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي قال: لا تجدون خياركم يفعل ذلك. يعني سيدنا النبي نهى عن الضرب. الحاجة الأخيرة بقى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ربنا ما قالش ابعت أي حد حكم، راجل عادل عالم يعرف يتكلم ويعرف يوفق، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وربنا سبحانه وتعالى أراد التوفيق، مش أراد يلا بقى نطلقهم وكل واحد يشوف حاله. لا، الطلاق حينما تستعصي العشرة والمعيشة. خلاص الأمر وقف، ما بقاش في محبة، بقى في كره، بقى في بغض. هكذا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نكون تعلمنا درس من دروس النبوة. وإذا أردنا للمرة الثالثة والرابعة أن نحيي ذكراه
فلنطبق نهج وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، نترجم هذا الكلام إلى واقع عملي، ونبدأ كل واحد يصلح من نفسه. فهذا هو خير احتفال وإحياء لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ويقبلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.